السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ بكل دول العالم اكو عمارات إلها اسماء خاصة، اما مختصة باسماء المنطقة او باسماء المهندسين اللي اشتغلوها او باسماء العوائل اللي ملكوا هاي العماير. هسه اني بالسنك، هاي السنك منا، وهاي منانا كأنك رايح على باب الشرجي، ومنانا كذلك على باب الشرجي وساحة الطيران، ومنانا كأنك رايح على شيخ عبد القادر ومنطقة شيخ عمر منا، ومنا كأنك رايح على الشورجة وساحة الوثبة والميدان وباب المعظم كذلك. بهاي المنطقة تحديدا اكو عمارة واسمها طبعا غريب شوية، عمارة العشر فلوس. احنا نسمع بين انت كل عمارة تسمى باسم، قلت لك عوائل او اسم المنطقة او باسم المهندس اللي اشتغلها، بس عمارة باسم عملة هاي ما سامعيها. عمارة العشر فلوس هاي قدامكم، عمارة العشر فلوس، شوفوها قدامكم. هاي عمارة العشر فلوس اللي هي كانت تشغل دائرة الضمان الاجتماعي اللي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وهاي شكل العشر فلوس العراقية، وهاي المقطع الثاني لعملة العشر فلوس العراقية اللي مقارب الشكل العمارة مثل ما تشوفون قدامكم. وهسه راح نشوفها بالجوجل ماب من فوق شكلها. طبعا هنا مكانها بالسنك، هنا قربنا وشوفوها من فوق مقاربة للعملة 10 فلوس، واللي راح نقربها أكثر ونراويكم إياها. هسه شوفوها زين، مقاربة بشكل واضح لعملة 10 فلوس العراقية. وبصراحة هاي العمارة تصميمها حلو وغريب، وتشغل هي بمركز بغداد أو وسط بغداد، وهي من تصميم المهندس العراقي حازم نامق قاسم، وهو من أوائل المهندسين العراقيين المبدعين بإنتاجاتهم المعمارية. مثل ما تشوفوها قدامكم، عمارة حلوة وتصميمها غريب، ومثل ما قلت لكم كانت في فترة الثمانينات تشغل مكان الضمان الاجتماعي، بس حاليا للأسف هي مهجورة ومتروكة. نتمنى بأن يعيدون العمل بيها. وهاي هنا السنك، هذا من هنا جسر السنك قدامكم، وهاي هسه احنا راح نرجع نشوفها من جديد. بصراحة مكانها كلش استراتيجي وبنص بغداد هي يعني بصراحة، وللأسف يعني مهجورة يعني أو متروكة من قبل يعني دوائر الدولة. أتمنى يستغلون هذا المكان وهاي البناية ويعيدون ترميمها وشغلها. وهسه عرفتكم بعمارة العشر فلوس وين هي وين موجودة. حبايب قلبي، انتهت جولتي وياكم بعمارة العشر فلوس اللي هي وراي مباشرة. لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليق الحلو والمتابعة بالقناة. ما وصيكم بعد، اشوفكم فيديو ثاني. تحياتي لكم، في امان الله.